فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فضيحة ان النادي الاهلي يخسر 3-0 من بيراميدز، اللي مفيش واحد في المدرج لابس تيشيرت بيراميدز، اللي الناس دي، اللي الجمهور ده رايح من الساعة 3 العصر ولا 4 العصر عشان الماتش الساعة 8 بالليل، وجاي من كل حتة، من السويس ومن بنها ومن منصورة وكل مكان، عشان فرقة مفيش اتنين بيشجعوها يكسبوا النادي الاهلي 3-0 بالتلاتة. فضيحة. راجل اخد بنته ورايحين يتبسطوا ويفرحوا ويتفرجوا على ماتش كويس. ايه ده يا جماعة؟ ده ايه ده؟ يعني انا عايز بس افهم حاجة. ايه كمية، طبعا الناس هتموت طبعا، ايه كمية الفرص الضايعة يعني تريزيجيه ضيع واحدة الشوط الاول بدماغه، انت جوه الست ياردة بتضيع كرة بدماغك. واحد هيجي يقول لي يا كابتن طب ما كلكم بتضيعوا. لا يا حبيبي، ده بيلعب في الاهلي ما يضيعش، ده ما بياخدش زينا عشان يضيع، ده ما بياخدش زيه زي بقيه كل اللعيبه اللي في الدوري عشان يضيع. انت ايه اللي يفرق لعيب بيلعب في النادي الاهلي عن لعيب بيلعب في نادي تاني؟ انه ما بيضيعش، ان الكره بتجيله فرصه واحده بيجيبها جون، ان طاهر اول ربع ساعه جاي له كوره في الستة ياردة هانئ لعبها له لتحت حطها في ايد الشناوي. ايه ده؟ ما تحط يا عم في سقف الجون. ايه طبعا مايلي اخد رجل المباراه حقه طبعا. الراجل ده بيراميدز مش عايز يجدد له. ده مايلي النهارده جايب جونين في الاهلي، بيراميدز مش عايز يجدد له. ده من اول السنه جايب جون واحد. تخيل ده بيطلع لسانه للاهلي. تخيل. مستفز طبعا، بيستفز الجمهور، بس حق الجمهور ده. اللعيبه السبب، اللعيبه اللي وصلت النادي الاهلي للشكل ده. هتقول لي الاداره، هقول لك الاداره عملت ايه؟ الاداره جابت لعيبه اسماء وجابت لعيبه كبيره ومدياهم ملايين الدولارات. الاداره هتعمل ايه؟ الجمهور النهارده مقفل الملعب يعتبر على العدد القانوني اللي الامن محدده. جمهور النادي الاهلي النهارده مقفل الملعب، كل ده كان متقفل النادي الاهلي النهارده. اول ربع ساعه بيراميدز النهارده نازل بيعمل كده خايف. مضيعين 3-4 تجوان، مضيعين 3-4 تجوان. الكوره زيزو، الكوره في الست ياردة بتعمل بالعرض ليه؟ ما تحط في البعيد. تريزيجيه دخل لجوه وطلعك لبره صح، ما تميل بجسمك وتحطها ببطن رجلك في البعيده يا اخي. 1-0 للنادي الاهلي. ايه خط الدفاع ده؟ ايه خط الدفاع يا جماعه النادي الاهلي؟ مش ممكن. ياسين مرعي الجون الثاني بتاع بيراميدز بيعمل ايه؟ بتجري عايز مكنه صيني عشان تلحق فيستون مايلي؟ انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني انت لازم تكون سردباك سريع وقوي وكورتك حلوه، يا اما يبقى زيك زي اي حد في الدوري، زيك زي اي سردباك تاني يا حبيبي في الدوري. ايه الاخطاء يا جماعه دي؟ ايه الاخطاء دي؟ انا بصراحه اول مره اشوف الاهلي بالسوء ده، اول مره اشوف النادي الاهلي بالحاله السيئه دي، الحاله المزريه دي. ولا بطوله في الموسم، ولا دوري، ولا دوري ابطال افريقيا. طبعا اخويا وحبيبي ابراهيم عبد الجواد محدش مصدق النتيجه. ولا اتخن محلل في مصر كان يصدق ان النادي الاهلي يخسر النهارده بالثلاثه. النادي الاهلي اللي جمهوره استاد ده كله، ده استاد بيراميدز لعلمك بقى، ده استاد بيراميدز الدفاع الجوي كله لابس احمر النهارده. كل الاستاد طبعا ابراهيم عبد الجواد مش مصدق، الواد ما حدش مصدق. انا اتمنى بس يعيدوا الاجوان عشان نشوف الاخطاء الدفاعيه. اللعيب اللي بيلعب في الاهلي الجوده بتاعته تبقى، معلش يا جماعه في لعيبه مبطله بتلعب في الاهلي. معلش يا جماعه، واحد محترف زي بن رمضان ده انت مبطل، انت نازل الملعب مش قادر تجري. معلش انا اسف لو انا كلامي جارح، بس انا بتكلم بما يرضي الله. انت مش قادر تجري. بص ياسين مرعي النهارده 0/10. صفر. بتتكلم في ايه 0/10؟ بص الجول الاول طلع الباص، ياسر ابراهيم عمل باص غلط فين؟ من الستة، من جوه الستة بتاع باص غلط، وده لف طب ما حدش يعمل بلوك هنا؟ ما ينفعش حد يطلع يقفل عليه وهو اللاعب بيشوط؟ مش المفروض تطلع تقفل زاويه الشوط بتاعته، تقلل المسافه بينك وبينه؟ الجون الثاني بص كرة تانية محمد بن مش قادر يقف، بص بيعمل باص غلط، ما مش عارف، مش فاهم. ده وقع، ده اخدها، وايه ده بقى؟ بص ده بيجري، ده عايز مكنه صيني عشان يلحقه. ايه ده يا جماعه؟ انت بتلعب في النادي الاهلي، سردباك لازم تكون سريع ولازم تكون قوي ولازم تكون كورتك حلوه. امال انت بتلعب في الاهلي ليه؟ امال ايه اللي يفرق السردباك عن السردباك؟ بص دي كوره زيزو بتعمل ايه؟ زيزو بتعمل ايه؟ ضربه جزاء رسمي، ضربه جزاء مش هنجمل. زيزو داخل فيه ضربه جزاء. بص اداره بيراميدز مش مصدقين نفسهم، محدش مصدق نفسه ان هو بيكسب النادي الاهلي 3. النادي الاهلي يا جماعه 10 لعيبه لازم يمشوا من الاهلي، 10 11 لعيب لازم يمشوا من الاهلي بجد. يعني حاله ايه ده يا جماعه؟
شوبير حاول يلمسها بس هي خبطت. انا مش بدافع عن شوبير، هو برضو النهارده ما كانش احسن حاجه يعني. بن شرقي يعني الحسنه الوحيده اللي عملها اوفسايد، مش عارف يتمركز يقف على اخر خط للمدافع. يعني بن شرقي الحسنه الوحيده اللي عملها الحكم حسبها اوفسايد. ليه؟ مش بسبب الحكم، بسبب بن شرقي نفسه، انه مش قادر يتمركز على اخر خط للمدافع عشان لما الكره تتلعب له ما يكونش اوفسايد. هو بقى نازل مش مركز، نازل مش فايق، نازل مش واقف على اخر خط المدافع. فطبعا لما الكره اتلعبت له هو اشتغل كويس لما الكره جت له، بس هو اصلا من الاول اوفسايد. يبقى ايه لازمتها اللي انت عملته؟ ربنا يكون في عون النادي الاهلي، ربنا يكون في عون جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي رسميا خارج المنافسه على الدوري، شكرا. ولازم يبقى في وقفه، لان جمهور النادي الاهلي مش هيسكت على اللي بيحصل. شكرا.